6 سنين عدت في امريكا الصراحه بسرعه جدا. فالفيديو دوت ولا عيب على الجيم ولا اي حاجه. انا اقول لك كلام، انا عمري في حياتي ما طلعت قلت فيديوز ولا اي حاجه ولا اتكلمت في المواضيع دي خالص. لما جيت امريكا كنت زي اي شخص شايف ان امريكا نسوان، سهر، صرمحه، الكلام ده. فجيت كنت مهتم بالحاجات دي، وكنت بخرج وبصيع واروح لاس فيجاس ومش عارف اعمل ايه و مع اني انا ممكن الكلام اللي اقول دوت الناس تفتكره يعني نرجسية ولا حاجة، بس والله العظيم 3 ان اي حاجة اقولها هي دي الحقيقة، اقسم بالله. مش فارق معايا اصلا الستوريز دي اصلا هتحط لمدة 24 ساعة وتتشال، بس اقسم بالله ان هي دي الحقيقة. كنت دايما بشوف نفسي قبل ما اسافر ان انا احسن واحد في الدنيا، والله العظيم بكلمك بجد. شايف نفسي ان انا اجمد واحد في الدنيا، انا بس مش في دماغي ان انا ابقى اجمد واحد في الدنيا، او مش فارق لي ان انا ابقى اجمد واحد في الدنيا. بس انا كنت عارف ان انا لو عايز احسن واحد في الدنيا هبقى عايز احسن واحد في الدنيا. مش لها علاقه بامريكا، عشان امريكا في الاول وفي الاخر مش هتخليك تنزل الشغل وتجتهد وتروح تذاكر وتعمل. بس انا عارف اذا انا لو عايز اعمل حاجه كنت بعملها. فلما جيت هنا امريكا كنت بسهر وبنات وصحابي ونطلع لاس فيجاس ومش عارف ايه والكلام ده. بس هل انا كنت بحب كده؟ مش هكدب عليك، لا. انا كنت بعملها عارف شباب، ونطلع ونهيص ونشوف بنات، فاهمني، على البول وعلى عين ونسوان واغاني ومش عارف ايه. اي حد اي شاب يقول لك لا مش كده الدرجات دي يبقى كداب عادي. فانا كنت من ضمن الشباب اللي بتعمل نفس الحاجه دي، ولكن انا ما كانش معايا عربيه، ولا معايا فلوس، ولا معايا وظيفه كويسه، ولا معايا شهاده، ولا معايا شيب كويس، جسمي كويس، ولا معايا اي حاجه. انا كنت بني ادم اقل من الطبيعي. فجيت مره فكرت this is the life that I want، هي دي الحياه اللي انا عايزها. يعني قعدت افكر كده مع نفسي، هي دي الحياه اللي انا عايزها؟ لا. قلت عمر لازم you have to do something bro. والله قلت لنفسي انا لازم اعمل حاجه. كنت خلاص، هو انا حطيت بلان. ودايما كنت بفكر كده، الحاجه اللي الناس اللي انت محاط بيهم بيتاثر بيهم. لو انت محاط باربعه تجار مخدرات انت تبقى خامسهم. لو انت متحاط باربعه مفلسين وكحيانين انت تبقى خامسهم. لو انت متحاط بناس شوارعيه مش عارف ايه انت تبقى خامسهم. لو مولود محطوط في منطقه شعبيه انت تبقى مش زيهم. لو منطقه غنيه زي ايجيبت انت تبقى زيهم من ايجيبت. فاهم حاجه؟ فاهم حاجه؟ فايا كان انت في المنطقه انت تتاثر باللي حواليك. حط في دماغك كده، انت بتتاثر باللي حواليك. فانا المهم يعني، فانت لازم تعرف لو انت عندك صحاب كسله وهم 4 وانت شله وانت تبقى خامسهم. حط في دماغك كده. فانت دايما بتنقي البيئه اللي انت عايش فيها بقى. المهم، فانا كنت دايما بحس ان انا عندي كتير قوي، عندي كتير جدا اعمله لنفسي، بس I don't know how to start. ما كنتش عارف اعمل ايه. وبعدين بقى بدات الحياه اللي انا كنت عايزها. انا واحد كنت بدور ان انا ابقى معايا جنسيه اسافر بيها في اي حته انا عايزها، اروح الدوله اللي انا عايزها، اروح ولايات ما كنت عمري ما رحتها بتاع ده. انا واحد كان نفسي ابقى معايا عربيه مرسيدس. كنت دايما بحلم بعربيه مرسيدس. كنت اقعد كده بس اتفرج، اقسم بالله العظيم 3 كنت اقعد اتفرج على برنامج اسمه عرب جي تي، مش بتاع عربيات، اكيد اي شاب عارفه. الناس بيعملوا فيديوهات على العربيات وبقعد اتفرج على عربيات. كنت مدمن عربيات مرسيدس اقسم بالله العظيم. و زيد على كده، اقسم بالله العظيم كنت دايما بشوف ال كان نفسي يبقى عندي بيت مثلا كبير مش عارف ايه، جبت ده. كان نفسي يبقى معايا عربيه، جبت ده. كان نفسي معايا تليفون ولابتوب وكمبيوتر وساعه وكاميرا وكل الحاجات دي. طموحات اي شاب، انا جبت كل ده. انا مش انا بس مش ده اقول لك جبت ايه دلوقتي، انا ترى هوصلك لحاجه معينه. والله العظيم الفيديو ده بجد هيفيدك جدا، بس اسمعني للاخر. كنت دايما اسمع اللي متعلم بره ده ومعاه شهاده بره وانا كنت دراسيا فاشل. انا عايز ده، انا نفسي في ده، عملت ده. انت فاهم؟ قيس بقى على كده. يعني خش بقى خلاص، فكك بقى من الحته اللي انا معايا ايه ومعايا ايه دي عشان ما نخش فيها كتير. تمام؟ قعدت اعمل. فقعدت افكر في حاجه، وانا كنت بعمل الحاجه دي لنفسي ولا انا عايز اوريها للناس؟ قلت لا، انا كنت الصراحه بعملها لنفسي. يعني انا كعمر كنت فعلا بعمل حاجه لنفسي، مش فارق معايا للناس، خصوصا ان الناس بتبقى عايزاني اعمل حاجات معينه وانا كنتش بعملها.
في ناس كانت عايزاني اخش دراسه وحاجات هم عايزينها وعاجبهم، انا ما دخلتهاش. في ناس كانت عايزاني اجيب عربيه معينه عشان توفر، او عربيه تانية احسن، او بس انا كنت شايف ان عربيتي دي احسن، انا ما عملتهاش. فانا كنت بجيب الحاجه وبعمل الحاجه اللي انا عايزها واللي هم بحبها، مش الناس عايزاها فعشان كده انا نجحت في حاجات كتير. فاهم قصدي ايه؟ آه اللي جاي اقوله لك من ملخص الفيديو عشان ما اطولش، تمام؟ حط نفسك في الحاجه، تمام، و believe in yourself عشان تعملها. انا عمري ما كنت جاهز لاي حاجه، انا عمري ما كنت جاهز ان انا ابقى مانجر في الشغل اللي انا فيه، انا عمري ما كنت جاهز ان انا اخش اتعلم في دراسه. اوعى تفتكر انا بتعلم من قبل شات جي بي تي والاي اي والغش واللي احنا بنعمله دلوقتي دوت، او كلنا بنعمله كشباب. انا دخلت الجامعه في امريكا دي وانا ما كنتش بتكلم انجلش، دخلت كده محاضرات وكنت بقعد مع الناس وانا ما اعرفش اتكلم انجلش، كنت اقعد افتح زوم اونلاين واتكلم مع الناس ومحاضرات انا مش فاهم هم بيقولوا ايه. انت فاهم قصدي ايه؟ بس انا مش فارق معايا، انا كنت عارف ان انا حلو والله من جوايا، كنت عارف ان انا كويس، عارف ان انا جامد، كنت عارف ان انا بعمل حاجه غيري مش عارف يعملها. مش كل الناس تعرف تتكلم كذا لغه، مش كل الناس تعرف تاخد تحدي وتشانس ان هي تروح دوله تانية وتتعلم وتبدا من تحت الصفر. مش كل، كنت عارف ان انا عامل خطوه كبيره، انا اوريدي في حاجه انا بعملها. فانا كنت دايما من جوايا ثقتي بنفسي كبيره، ويمكن ده اللي كان خلاني اتطورت في حاجات كتيره جدا او نجح فيا. ان انا مش بتفرق معايا الناس قالت ايه، مثلا بطلع اعمل فيديو مش فارق معايا شكلي نضيف، عامل حواجبي مسرحه، شعري كويس، الستوري معموله في فلتر، انا مش عارف ايه، انا بطلع اقول كلام مش فارق معايا اصلا. انت يعجبك ما يعجبكش، فلان يشيره لحد وياخد مني يا اخي ماشي كلهم. انت فاهم قصدي ايه؟ مش انا كنت دايما ثقتي كانت جوايا جامده. فاهم قصدي ايه؟ فكنتش بخاف، ما كنتش بيفرق معايا في شغلي. فاهم؟ مش هيفرق معايا الناس بتقول عليا ايه، ماشي انا ماليش دعوه. انت فاهم قصدي ايه؟ فالمهم نرجع للموضوع. فانا كنت زي ما قلت لك كنت اخش الدراسه واعمل كده، ما انت فاهم قصدي ايه؟ كنت في حاجات كتيره جدا انت لازم تحط نفسك فيها عشان انت نفسك نجحت فيها. ما انت عمرك ما هتنجح غير، انا دايما بقعد اقول كده، انا شايف ان انا احسن واحد في الشغل، انا احسن واحد في الدراسه، انا احسن واحد. فاهم قصدي ايه؟ انا ساعات بتصل عليا بيقول ايه، انا ام تو ماتش على حاجات كتيره جدا، انا ام تو ماتش على يعني مش عايز اتكلم في المواضيع دي، بس اقسم بالله العظيم ثلاثه انا في مره كنت مرتبط ببنت، يعني الكلام ده مش من بعيد، مثلا من سنه ونص ولا سنتين ما اعرفش كام دلوقتي، تمام؟ انا كنت شايف ان انا تو ماتش عليها، مش هكدب عليك، انا كنت شايف ان انا احسن منها بكتير في كل حاجه، انا شايف ان انا بقدم حاجات كتيره جدا للشخص ده، تمام، وهو ما يستاهلهاش. الشخص ما بيقدمليش اللي انا محتاجه او اللي انا عايزه، او انا كنت بعمل للشخص وقد ايه انا جامد، وقد ايه وقد ايه وقد ايه وقد ايه، والشخص لا. انت فاهم قصدي ايه؟ فانا كنت بالنسبه لي كعمر كنت شايف الحته دي، فاهمني؟ انا كنت شايف ان انا اجمد واحد، انا شايف ان انا احسن من الشخص ده، تمام، انا شايف ان انا بقدم له كل حاجه، انا شايف ان انا كتير عليه، انا ام تو ماتش، انا ام تو ماتش عليك. انت فاهم كنت بكلمك؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ حب النفس دي مش حاجه وحشه، ان انت تحب نفسك. لو انت بتحب نفسك هتنجح في حياتك. لو انت ما بتحبش نفسك هتبقى عامل زي الشخص اللي هو ايه، خايف يقول حقه في الشغل عشان هو عارف ان هو قليل، خايف يتكلم في المحاضره عشان الناس ما بتبصلوش بطريقه وحشه، خايف يروح يخش الجيم عشان هو شكله رفيع ومش عارف ايه، خايف ان هو يتكلم مع اهله ولا يتكلم مع اصحابه في موضوع فيبان ان هو اهبل ومش عارف ايه، خايف. ليه؟ عشان انت ما بتحبش نفسك. انا واحد دخلت الجيم ده ماشي وكنت رفيع وشكلي ما اعرفش ايه، مش فارق معايا. انا واحد بقى عامل شيب وفورمه كويسه، اقسم بالله انت بتشوفوا فيديوهاتي، اقسم بالله ان انا بقلع في قلبي نص الجيم، تمام، وعارف ان الناس هتبص عليا، وعارف ان انا اجمد واحد في الصاله دي، عارف ان انا اجمد واحد في الجيم، ان مفيش حد عامل الفورمه بتاعتي، انا اجمد واحد. فاهم انا بكلمك في ايه؟ ممكن تشوفها نرجسيه، بس انا بقول لك مش ده اقول لك مش طالع اقول لك انت تشوف الفيديو دوت ان انا اجمد منك، لا، انا بقول لك انا عايزك تقول انت كده على نفسك اللي هو انت اجمد واحد، انا اجمد واحد يا باشا. حتى لو انت مش شايف ان انت مالكش دعوه بالناس شايفاك ايه، انت حط جوه بالك ان انت اجمد واحد، فاهم؟ فانا زي ما قلت لك تخش الجيم اعمل اي حاجه، انا شايف ان انا احسن واحد. فاهم؟ انا في شغلي انا شايف ان انا احسن واحد، انا بفهم كل حاجه، انا لو في حاجه ما اعرفش اعملها هتعلمها، لو في شهاده ناقصاني هاخدها، لو في حاجه مش فاهمها هتعلمها، جوجل شات جي بي تي هتعلمها. انت فاهم قصدي ايه؟ المهم، ده اللي انا كنت قصدك عليه. فانا كنت دايما بشوف لا انا احسن من الشخص دوت مثلا في الريليشن شيب دي، انا لازم اطلع من الريليشن شيب دي،
مش فارق معايا بقى، فكك بقى من جو اصلا الحب والغرام في الزباله، مفيش حب وغرام هينفعك. فاهم قصدي ايه؟ قيس بقى على كده كانت كل حاجه. انا في ناس تقول لك اصل انت متغرب، اصل انت مش عايش، اصل انت مش عايز جنب اهلك، مش عايز جنب باشا انا عايش جنب ناس معينه ولا عايش في مدينه معينه، هيعملوا لي ايه؟ هيصرفوا عليا، هيجيبوا لي فلوس، هيجوزوني، هيجيبوا لي عربيه، هيجيبوا لي بيت، هيسفروني، مش عارف ايه. باشا انت ماني از باور. اتكلمت عن الموضوع ده، مش هحكي الموضوع ده قبل كده بعدين تاني يعني. اتكلمت ان قلت لكم قبل كده ان الفلوس كل حاجه، تمام؟ الفلوس وان انت معاك جنسيه لدوله تدخلك اي حته في العالم، دول حاجتين تمام يسندوك في الزمن ده، تمام؟ للاسف يعني الحاجتين دول هما اللي هيعيشوك في الدنيا. ماشي؟ بقول لك ليه كده هيعيشوك في الدنيا؟ عشان انا البني ادم اللي ما كانش فيه ده بقى معاه ده. فانا بقول لك ان من غير فلوس وجنسيه، باسبور يدخلك في الحته اللي انت عايزه، صدقني الحياه طريق طريق طريقك للنجاح وطريقك ان يفتح لك حاجات كتيره من الحاجتين دول. يبقى انت معاك فلوس وانت معاك باسبور تقيل يعمل لك اللي انت عايزه. ليه؟ انا شايف دايما، كنت دايما بقول انا الاوبورتيونيتيز بتاعتي تتفتح من عن طريق دي. انا المجالات انا دلوقتي عندي اوبشن اروح دبي اعيش فيها، اشتغل فيها، اروح اوروبا، عندي اوبشنز في كل حته، مش هيأس. فاهم قصدي ايه؟ لكن انا لو محكوم في دوله معينه ما عنديش غيرهم، الموضوع بيبقى صعب شويه. فاهم قصدي؟ الموضوع بيبقى صعب. هل مش تنجح؟ كنت تنجح. هل ممكن تنجحش؟ ممكن. بس اقصد لما انت تبقى معاك فلوس ومعاك باسبور، تمام؟ عارف ان انا ما كنتش عايز لحياتي باسبور وانا لسه هاخده بقالي سنه، بس بقول لك يعني بتحس ان انت عندك اكسس ان انت تروح في حته، تاخد طياره بوم في حته، مش مستني فيزا، مش مستني موافقه، مش تقف على باب السفاره مستني حد ما يعرفش ايه. هي دي نعمه، مش هكدب، هي دي نعمه ربنا انعمها عليا، تمام؟ بس انا اللي جاي اقول لك، او اللي انا جاي بتكلم فيه، ان انت لو عايز تعمل حاجه هتعملها، بس انت لازم تصدق نفسك. مفيش حد هيصدقك. انا ما عندي حاجه بعملها، الناس اللي بتشتغل معايا او الناس اللي قريبه مني وبتاع، انا بديهم ده، بديهم الحته دي، عشان انا ما كنتش حد عارف يديني الحاجه دي. اللي هو انا بديله ثقته في نفسه، بديله ان هو جامد يقدر يعمل كل حاجه، بديله ان هو يقدر يروح يشتغل ويعمل ويسوي ويعمل فلوس ويعمل ويعمل ويعمل، ولو في حاجه في بوزيشنز ولا بدي بوفر عليه ولا عشان انا عارف ان انا كنت في نفس السيتويشن. بس هو ممكن ما كانش هو مش ممكن ما عندوش الحته اللي هي ايه، انا بحب نفسي، او انا شايف نفسي احسن واحد، او الكلام ده. بس هو مش هيقول لك كده، مش معنى كده ان انا بعيب في الناس، بس انا بقول لك انا كنت دايما بشوف ايه ممكن اخليك تتكلم وابقى بسمعك في مكان ما ولا ايا كان، وهديت تشرح لي ان انت فاهم في حاجه، وانا بسيبك تتكلم عادي، تمام؟ ماشي؟ اللي بيقرا سايكولوجي هيفهم الحاجات دي. بس انا عارف ان انا اللي انت بتقوله ده كله انا فاهم. انا ممكن اديك فيلينجز ان انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده بجد، يا راجل عملت كده ازاي، وانا فاهم كل حاجه، انا عارف انت بتقول ايه. فاهم قصدي؟ بس ساعات في معظم النقاشات مش لازم اتناقش معاك. يعني انت في نقاشات في الشغل او مع الناس صحابك او خلاص بقى بتوصل للليفل اللي انا مش هتناقش معاك في الحته دي، انا هسيبك بقى. المهم اللي انا عايز ان انا جاي اقوله لك، فاهم؟ فانت اللي انت لما بتثق في نفسك وانت شايف ان انت احسن واحد، تمام؟ بتلاقي نفسك بتعمل اي حاجه في الدنيا، عشان هتكسر حاجز الخوف والخجل اللي انت تبقى قدام الناس، هتكسر حاجز الخوف ان انت تخش جيم، حاجز الخوف ان انت تتعلم حاجه. ما معظم الناس بتخاف تقدم في شغلانات كبيره عليها عشان هي شايفه ان هي ما تصلحش المكان ده. بس دايما تحط في بالك ما فيش حد يصلح للشغلانات اصلا. انا واحد كمانجر دلوقتي لما بشغل ناس مش بشغل اللي هو فاهم، ما هو هيتعلم، كلنا بنتعلم. ما فيش حد. ازاي هتروح شركه تشتغل الشغلانه اللي انت رايح تشتغلها وانت عارفها؟ ما هي شغلانه جديده عليك، طبيعي كله ما بقاش فاهم. فاهم قصدي؟ بس انا كبني ادم باخد ايه؟ اللي عنده شخصيه جامده، اللي جامد، اللي واثق من نفسه، اللي عايز يتعلم. ممكن حتى ما يبقاش عنده الامكانيات دي، بس هو عايز يتعلم، هو عايز يعافر، هو شيء، هو جه وحط الايفورت ان جه يعمل انترفيو وجه يتكلم معايا وقد ايه ان هو عايز الشغلانه، وهو جه عادي يحط الايفورت ده ويتعب، غير التاني اللي هو جاي او مش عايز يجي او انت نفسك حط في بالك كده. معظم الناس اصلا انا ام نوت ريدي، انا مش جاهز ان انا اخش الجامعه الفلانيه، انا مش جاهز ان انا اتعلم الشهاده الفلانيه، انا مش جاهز ان انا اخش اللغه الفلانيه، انا مش جاهز ان انا اسافر الحته الفلانيه. طول ما انت بتقعد تقول ان انت مش جاهز، طول ما انت بتقعد تقول ان انت مش قادر تعمل كده، عمرك ما تبقى جاهز. عمرك ما هتبقى حاسس ان انت قادر تعمل حاجه، عمرك ما تبقى جاهز ان انت مان والله العظيم ثلاثه. انا جاي اقول لك شاب زيك في العشرينات، والله العظيم ثلاثه عمرك ما هتبقى جاهز في حاجه. خد الخطوه واعمل اللي انت عايزه، عمرك ما هتبقى جاهز في حاجه، صدقني.
خدها مني والله العظيم 3 انا مش تاكس كسبان من اي حاجه من الحاجات اللي انا بقولها لك دي، بس هو دي الحقيقه. عمرك ما تبقى جاهز تخش جيم وتتمرن طول ما انت بتقول لي اصل انا لسه هتعلم، اتفرج على فيديوهات في الجيم، ابقى مش هتعلم. عمرك ما تبقى جاهز ان انت تروح تدرس لغه، اصل انا لسه مش قوي قوي. ما هم كل اللي جايين رايحين يتعلموا نفس اللغه دي مش قويين زيك، هو انت فاكر ان انت الوحيد كده؟ هو اصل انا مش جاهز اقدم في الشغلانه دي، اصل انا مش يا عم ايه، خش ارمي، ايه اللي هيحصل؟ دايما حط في بالك الحته دي. انا اسمي فاشل لو انا ما جربتش الحاجه دي، بس انا لو دخلت الحاجه وما عرفتش اعملها ما اسميش فاشل، والله ما اسمكش فاشل، اسمك اتليست ان انت جربت، اسمك حاولت وتجرب تاني وتالت ورابع، احسن من اسم الفشل اللي انت ما تجربش. اسمك فاشل، اسمك فاشل ان انت ما جربتش تعمل الحاجه دي، بس عمرك ما يبقى اسمك فاشل لو انت فاهم انا بكلمك في ايه؟ فاهم الحته اللي انا بكلمك فيها؟ ده ملخص الفيديو اللي عايز اقولك عليه. لو انت عايز تعمل حاجه هتعملها، انت اثق في نفسك وحط في بالك ان انت تقدر تعمل الحاجه دي نو ماتر وات، تمام؟ هتعملها. واتش، جربها. انا دايما بقعد اقول للناس ايه، يا عم انت مالك؟ جربها ومش هخسر. ليه دايما خايف من كلمه ان انت تخسر؟ ليه دايما خايف ان انت عشان انت خايف من الاحساس، خايف ان انت تتحرج قدام الناس انت عامل اكسر الحاجز ده. ما هي الحته دي بقى اللي بكلمك عليها، ده لو اتكسرت خلصت. الحته دي لو عملت تراك خلصت، خلاص انت كسرت الحاجز ده، خلاص انت كده في حته ثانيه خالص. بس